إلى الأشياء القديمة والنادرة جدا، هذا أبو عادل تجوري. نعم تجوري، بس ما أدري من الحضارة. الحين الزوار اللي يجوا لأمي آرائهم متضاربة. نعم. أحد يقول عباسي وأحد يقول أموي، وأنا ما أقطع لا بهذا ولا بتلك. ممتاز. ما أدري، لأني في علامة يوم مسحتها الوسخ اللي عليها باقية العلامة، وعليها تقل رسومات قديمة ما أميزها، ما أدري وش هي. أما كل الصندوق براشيم، كله بالبراشيم، كله عن بكرة فيه. شوف البرشام كفر كيف. أيوة. كله بالبراشيم. هذا صلب. اي، والقفل ذا أنا اللي حطيته له، قفل هندي قديم. لكن مفتاحه الحقيقي هذا هو. شوف كيف؟ جميل. هنا مسكر محل القفل. نعم. مخفى. كبر المفتاح. هذا مفتاحه. بسم الله. الله. فوق ومع الجنب 3 ومن تحت واحدة وفوق واحدة. أبو عادل حتى التجريات عندك ما شاء الله قديمة. هذا ما شاء الله عليك. شوف المفصلات مدخل نصفه مدخل جوا عشان ما حد يفرصه يسرقه. من برا نصه وجوه والباقي من داخل. وهنا فيه تأمين، لا سكرته يمسك بذي. وهنا القفل ذا له تأمين هنا، إذا ما تفتح التأمين كلهن ما يفتح ذا آخر شيء ذا. وري المفتاح أبو عادل تكفى؟ هذا المفتاح. الله يا جماعة ناظروا يا متابعين، وش تتوقعون من أي حضارة هالتجوري؟ طبعا هذه حضارة تقريبا أبو عادل ممكن عثمانية، عباسية، أموية. ما أعلم، أنا ودي أعرف حضارته. القديم جدا. وهذا المفتاح.